نرحب معنا اليوم بأندريس إنيستا بطل العالم في عام 2010 وصاحب الهدف الفوز في هذه المباراة النهائية في مواجهة هولندا. أندريس muy buenas tardes, gracias de estar con nosotros. أندريس مساء الخير وشكرا جزيلا على قبول الدعوة هنا في كأس العالم في قطر، واليوم هو يوم خاص جدا لإسبانيا، يلعبون أمام اليابان وهو أيضا منتخب خاص بالنسبة لك لأنك تلعب في اليابان. كيف ترى المنتخب الإسباني في أول مباراتين؟ قدم أداء جيد جدا وهو من المرشحين للفوز. طاب مساءكم جميعا. أنا أثق كثيرا في هذا المنتخب. مباراتان مختلفتان، كوستاريكا وألمانيا، ولكن خضنا المباراتين على أفضل صورة والأحاسيس إيجابية جدا، واليوم علينا أن نعزز الأداء الذي قدمناه في المباراتين السابقتين. لن يكون ذلك سهلا أمام اليابان، ولكن علينا أن نصنع الفرص ونفوز في النهاية. أندريس، شاهدنا مباراتين مختلفتين وتشكيلتين مختلفتين، واليوم هنالك مدورة في المنتخب الإسباني. هل ترى بأن هذا جيد بالنسبة للمنتخب الإسباني أم أنك تفضل أن يلعب المنتخب بنفس التشكيلة دائما؟ نعم، هنالك بعض التغييرات، ولكن ما يميز هذا المنتخب هو أي لاعب يدخل إلى أرضية الميدان يعرف جيدا ماذا يجب عليه أن يقوم به المدرب لديه، ويعرف أداء وما يمكن أن يضيفه كل لاعب. ومن أجل أن تفوز بكأس العالم فأنت تحتاج إلى كل اللاعبين وليس فقط ل11 لاعب أو 12 لاعبا، وبالتالي عليك أن تقدم أفضل ما لديك، وكل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين. وأعتقد أن المنتخب الإسباني يجب أن يقدم مباراة كبيرة اليوم. هنالك 3 تغييرات في الدفاع، بالدي وباو توريس ورودري أيضا سيشارك في هذه المباراة، وأثبيليكويتا كظهير أيمن. نعم، هذا صحيح. أثبيليكويتا ورودري هما لعب أمام كوستاريكا إذا لم أكن مخطئا، ودخل باو وشارك أيضا. أكرر مرة أخرى، أي لاعب يشارك دائما ما يقدم أفضل ما لديه، ودائما ما يدخل من أجل أن يساعد الفريق ويقدم القيمة المضافة. ونرى أيضا ليس هنالك تغيير في وسط الميدان، جابي وبوسكيتس وبيدري، ولكن موراتا يعود كأساسية. أنت إنيستا لعبت في برشلونة وفي المنتخب الإسباني بأساليب مختلفة، بمهاجم صريح وبدون مهاجم صريح. هل ترى بأن المنتخب أخطر بمهاجم صريح أو بدون مهاجم؟ كيف ترى ذلك؟ هل تشعر بأن هنالك أريحية عندما تلعب مع توريس وبيا كمهاجمين؟ الأمر أيضا يعتمد على كل منتخب وكل منافس. أسينسيو أو موراتا الأمر يتغير إذا لعب أحدهما، ولكن اليوم المستر قرر أن يختار ألفارو موراتا كمهاجم وأن يكون موجودا داخل الميدان، ومن الممكن أن يكون حاسما بالنسبة للمنتخب الإسباني. ولكن الأهم بالنسبة للاعبين هو أن يعرفوا كل الدور الذي يجب أن يقوموا به على أرضية الميدان، وأن نقدم أفضل أداء لدينا لأن هنالك جودة كبيرة في المنتخب. أندريس، أنت تعرف جيدا كرة القدم اليابانية، واللاعبون اليابانيون الذين يلعبون والذين هم ينشطون في دوريات قوية. هل تعتقد بأن منتخب الياباني من الممكن أن يغير الأسلوب اليوم؟ نعم، هذا صحيح. منتخب الياباني هو منتخب يستخدم هذا الدفاع من 5 لاعبين، ولكن أعتقد وأنتظر بأن المنتخب الياباني ربما سيدافع في البداية وينتظر الخروج في الهجوم المعاكس، ولكن بالطبع ما هو واضح وهو أنهم سيقاتلون حتى نهاية المباراة من أجل تحقيق الفوز. ليس المنتخب الياباني فاز على ألمانيا وخسر أمام كوستاريكا. كيف تشرح هذا التناقض؟ هذا يعود إلى صعوبة الفوز في كل مباراة. كل منتخب يحاول أن يقدم أفضل ما لديه. نعم، كان من الصعب جدا أن تفوز على ألمانيا، وهم فازوا على ألمانيا وحققوا نتيجة إيجابية، وكنا ننتظر أن يكون نفس الأمر أمام كوستاريكا، ولكن حصل عكس ذلك
ذلك تماما. كل مباراة مختلفة عن الأخرى، وفي كل مباراة يجب أن تقدم 100% من العطاء، وأعتقد بأن المنتخب اليابان سيقدم كل ما لديه اليوم من أجل الفوز. غدا هو اليوم الأخير في مرحلة المجموعات. أي المنتخبات التي أعجبتك أكثر في هذه المرحلة؟ بشكل عام ربما ما كنا نتوقعه: منتخب الأرجنتين، المنتخب الهولندي، البرازيل، فرنسا، إنجلترا. كل هذه المنتخبات هي منتخبات قوية جدا. واليوم أيضا المغرب، منتخب المغرب والذي قدم أداء كبيرا جدا وتأهل إلى ثمن النهائي. وكما أسلفت في البداية، كل مباراة يجب أن تقدم كل ما لديك، وهذا هو الأهم. من الممكن أن يلعب المغرب أمام إسبانيا. نعم، علينا أن ننتظر ونرى كيف ستنتهي هذه المجموعة، ونأمل في أن تتبوأ إسبانيا صدارة هذه المجموعة، ونتمنى أن يقدم المنتخب الإسباني مباراة كبيرة ويعزز الأداء الذي قدمه في المباراتين الماضيتين. أندريس، كيف ترى الأجواء هنا في قطر على مستوى التنظيم والمباريات والمرافق والمنشآت على أفضل صورة؟ أعتقد أن كل شيء على ما يرام. سعيد جدا بأن أكون موجود هنا، ليس كلاعب ولكن بصفة أخرى. أنا هنا مع عائلتي ونستمتع كثيرا بهذه الاستادات والأجواء الرائعة هنا في الدوحة، وآمل أن يواصل البطولة على أفضل صورة ممكنة. شكرا جزيلا أندريس.